قبل ما نبدأ حكايتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصة دي بقلم الكاتبة المبدعة زهرة الندى. يوسف بتوجس: يا سنة سخة يا ولاد، بقى يرجع شبابنا في الدراسة يا جدعان، يعني نقعد صابرين على الدراسة كل ده ولما نتخرج نشتغل مدرسين؟ عبد الرحمن بضحك: يا عم احمد ربك اننا هنشتغل مدرسين في مدرسة بنات وكل يوم بقى هنشوف مزد اشكال والوان. ضرب ادم كف بكف وقال: يا صايع، بقى انت حابب فكرة المدرس عشان تكون يا صايع في مدرسة بنات؟ ولا انت وهو من دلوقتي احنا اصحاب وحبايب، لكن طالما هنشتغل مع بعض في مدرسة واحدة فبلاش مشاكل، وتعاملوا البنات دول كلهم زي اخواتكم. يوسف بصدمة: كل في المدرسة اخواتي؟ طب لو ابويا هيركز مش هيجيب العدد ده كله يا ابني. بص خليهم احسن بنات خالنا، انا خالي بتاع ستات من هو عيل عنده 10 سنين وممكن يجيب العدد ده كله عادي. فضل عبد الرحمن يضحك، فقال ادم بغز: حسبي يا الله. ودخل ادم المدرسة بهيبة وراه عبد الرحمن ويوسف، وهم بصلي البنات بانبهار. فقال يوسف: اوف الحلاوة دي يا عبد الرحمن، لا لا لا، ده انا حبيت وظيفة التدريس دي خلاص. عبد الرحمن بضحك: وانا كمان مت فيها موت، بس اخرس بقى لان ادم على اخره وممكن يولع فينا عادي. ضحك يوسف بصوت عالي، فبص لهم ادم بحده، فحطوا هما الاتنين ايديهم على بقهم. فقال ادهم: صبرني يا رب على البلاوي دي. وفضل ادهم والشباب واقفين مع المدرسين لحد ما خلص الطابور، وكل مدرس راح لفصله، ومع يوم طويل جه ميعاد مشيهم. فقال عبد الرحمن: ما تستعجل يا عم انت وهو عشان نلحق ميكروباص نركبه في الزحمه دي. يا ابني بطل هبل بقى، ومش كده بهبه عشان ما حدش من طلابك يقلل منك يا مهزأ. ضحك يوسف وقال: يقلل مني يا ابني؟ ما عبد الرحمن ضيع الهبه من اول ثانيه. الاستاذ سبته يدخل فصله عادي وكنت رايح على فصلي، فجأة هوب الاستاذ كان داخل بهبه عادي واتزحلق وقع على ظهره عند باب الفصل قدام البنات، وضحك لا اله الا الله عليه. يا شبشب، مش قلت لك يا معفن ما تقولش؟ طب تعرف بقى يا ادهم ان يوسف كان عمال يغني ويرقص البنات وهو بيعرفهم على نفسه؟ ادهم بصدمه: ايه؟ يوسف بسرعه: احياء تعالي اللي لسه ما شفتهمش، وغلاوه امك ما عملت كده. بص انا دخلت لقيت البنات بتهيص وترقص وتعرفوا على بعض عشان اول يوم في الدراسه وكده، فقلت اكسبهم عشان يظبطوني في الهدايا اللي طالعه ترند الايام دي للمدرسين. فدخلت وقلت لك انا ايه بقى، انا يوسف المدرس الجديد، وانا بطبل بس على الديسكو البنات اللي كانت بترقص فضلت تطبل معاهم وعمالين يضحكوا، اكيد عجبهم دخلتي المميزه. لا عجبهم هبلك يا مهزأ انت وهو. يا رب انا ما صدقت ان كنت خلصت منكم في الدراسه فتقولي في الشغل كمان. ربنا يعدي 60-70 سنه دول على خير. وسابهم ادم ومشي وهم عمالين يضحكوا ويجروا ورا بعض. وبعد ما خدوا الحرب في الزحمه واخيرا ركبوا هما التلاته الميكروباص، فقال يوسف: الحمد لله ركبنا واحنا لسه عايشين، 3 ساعات واقفين على رجلينا عشان نركب، امال هنعمل ايه بعد كده؟ انا رجلي ما عدتش حاسس بيها، لازم اقوم مرتب لنا نجمعه ونجيب عربيه مشتركه بالقسط، ولما حد يعوز يعمل مشوار ياخدها. قرر موفق ويساعدنا في الزحمه دي. فجاه انتبه عبد الرحمن ل3 بنات كانوا ماشيين، فوقفت بنت قدام باب العربيه وبنتين التانيين كملوا مشي هما بيتكلموا مع بعض. فقالت البنت اللي واقفه قدام العربيه: انتوا مناويين تروحوا بيتكم مشي ولا ايه يا انسات؟ بنت منهم اسمها لبنى: لا يا بنت هنركب ميكروباص يروحنا. انت واقفه ليه؟ ما يلا عشان ما نتاخرش. بصت جهاد الميكروباص برفعت حاجب وقالت: امال ده ايه لا مؤاخذه؟ هار اسود، ما خدتش بالي منه والله، مش قلتلك يا هباب؟ ما عدتش تحكيلك في مصايبك واحنا ماشيين؟ تفكيري بيتشتت. مش انت اللي صممتي تعرفي انا عملت ايه مع مدرس الكيمياء يا نيله؟ هو انتوا مناويين تكملوا رغي كتير؟ اصل الدنيا زحمه ويمكن حد يركب مثلا ونقف ساعه كمان لما نركب. خلاص جينا يا اختي. وركبوا ال3 بنات على الكرسي التاني من ورا مع بعض، وال3 شباب كانوا قاعدين وراهم. فقال عبد الرحمن: يا لهوي على الجمال يا جدعان، هو في كده بجد؟ في حلاوه كده؟ ادهم بغيظ: والله العظيم يا عبد الرحمن الكلب، لو ما سكتش هديك باللي في رجلي ويلعن ابو الهيبه. عبد الرحمن بضحك: خلاص سكت اهو، كان نفسي اشوفه وهو بيضربك باللي في رجله، بس يا خساره، بس يالا بدل ما اديك انا باللي في رجلي. ضحك يوسف فقال الجهاد لسلمى: هي بنت قولي لي عملتي ايه في مدرس الكيمياء يا كارثه متحركه انت؟ سلمى ببراءه: ولا حاجه والله، ده انا غلبانه. انت بتتكلمي عن نفسك؟ مين دي اللي غلبانه يا صيعانتي؟ انا هقولك يا بنتي يا جهاد، انت عارفه استاذ الكيمياء الغلس ده اللي شايف نفسه محسسنا ان اللي اخترع الذره وعلى الله حكايته، اخره يكتب لنا الشرح على السبوره ويقعد يشخط طول الحصه على الفاضيه والمليانه. جهاد بضحك: عارفاه، بس ماله ايه حصل؟ انا هكمل يا اختي، دي قصتي ومن حقي
كمواطنة احكيها لحبيبتي اختي جهودة. الميكروفون معاكي يا حبي. بصي يا جهودة، المدرس ده راح وشخط فيا عشان كان علينا اول حصة، وانت عارفة ان لازم اجي متأخر، يعني الطلاب العاديين بيجوا مدرسة 6 أو 7 الصبح، انا بقى اجيلك 7:30 أو 8 اوقات. عشان ايه بقى؟ هقولك، عشان سلمى اللي هي انا مش بتحب حد يفرض عليها حاجة غصب عنها. ما يمكن كنت نايمة الساعة 6 يصحوني من عز نومي ليه؟ عشان المدرسة؟ فين العدل يا ناس؟ وبعدين انا ظابطة المنبه على الساعة 6 وصحيت على المنبه عادي، بس لسه عاوزة انام، فنمت وصحيت 7:30. ده ذنبي؟ مش المفروض يقدروا اني بنام الساعة 4 الفجر لان طول الليل بكلم الواد بتاعي؟ لبنى بتنهيدة، معاكي حق يا بنتي، ده الواحد بيصحى وينام مش شايف قدامه، وباجي والله العظيم ما بعرفش انا جيت المدرسة ازاي. بس جهاد رفعت حاجب، طب ما تناموا بدري وتيجوا مدرسة بدري، وبسهروا يوم الخميس براحتكم، واصحوا الجمعة براحتكم، وبعدين انا مالي بكل ده يا بنت الرغاية؟ انا عاوزة اعرف عملتي ايه؟ ما انا جالي في الكلام اهو يا بت. انا بقى لما جت الساعة 8 في ميعاد المعدات دخلت الفصل، لقيت ايه يا اختي؟ قايم لي على حلو يقول لي انت فكراها سايبة عشان تيجي المدرسة الساعة 8؟ انت المفروض تيجي من الساعة 6 الصبح. اتفضلي اطلعي بره حصتي، وبعد كده تيجي من بدري وروحي امسحي القرف اللي على وشك ده، انت جايه مدرسة مش كباريه يا قلة الادب. طبعا هو هزقني قدام البنات وقدام الهبابة دي وفي اللي بتضحك عليا. فانا عملت ايه بقى؟ عملت ايه؟ رحت خرمت عجلات عربيته ال4 مسمار من الشارع، وكتبت اسمه على الحيطة اللي قدام المدرسة ورقمه، وكتبت الاستاذ عصام للدروس المجاني. ومن بعدها أمة لا إله إلا الله بترن عليه، ده غير إنه دفع 1000 جنيه لما جاب عجلات جديدة للعربية غير اللي خرمتهم. فضلت البنت تضحك جامد، وعبد الرحمن ويوسف ماسكين نفسهم بالعافية من الضحك، وآدم باصص لهم بتفاجؤ اللي عملته سلمى في المدرس. وقالت جهاد والله العظيم انت مصيبة متحركة، ده آخر الكل متكبر وشايف نفسه، مفكر إن بهيبته دي هيمشي حاله. يا أختي ككنيلة على كل مدرسة بفكر نفسه حاجة وماشي قال إيه بهيبة كده. بص عبد الرحمن ويوسف لأدهم اللي جزع على اسنانه بغيظ وهو عايز يجيب سلمى من شعرها. فقالت لبنى طب هنعمل ايه يا بنات؟ عايزين نشوف مدرس عشان يدينا كورس فيزياء. بنتي يا سلمى، مش انت كان معاكي رقم مدرس فيزياء كويس اللي كنا اخدناه من على اليافطه واحنا ماشيين يا بت؟ فاكراه يا بنتي. هو كان اسمه ايه؟ الاستاذ ابراهيم. جهاد بصدمه. ابراهيم؟ طب عندك الاستاذ احمد بالمره. لا ما عنديش احمد، بس عندي عسيد، اجيبهولك؟ لا خلولك يا قلبي، لان رقمه عندي هو والاستاذ عم احمد كمان. طب كويس، صدقوا وانا كمان معايا رقم الاستاذه عسماء. عبد الرحمن متعجب، هما ليه مدخلين حرف العين في كل اسم؟ لا بجد ليه؟ لان عند فضول يا يوسف. يوسف بضحك. علم علمك يا اخويا، ايه رايك في كلام البنات ده يا ادهم؟ ادم بتحذير، انا قدامي وافجركم انتم هما، فسيبوني بقى في حالي دلوقتي احسن لكم. سكت يوسف وعبد الرحمن هما ماسكين ضحكتهم بالعافيه، والبنات ما بطلوش كلام لحد ما نزلوا. بعد ايام عبد الرحمن انا احتاج يا ساده، لا انا عندي 6 حصص النهارده ليه؟ وانا لا صحتي في كيس شيبسي؟ ضحكوا كل المدرسين. فقالت واحده من المدرسين امال لو عندك 8 حصص زيي كنت عملت ايه؟ احمد ربنا انهم 6 بس. رفع عبد الرحمن ايديه وقال الحمد لله والشكر لله يا رب. هي الساعه بقت كام طيب؟ يوسف بص لساعته، الساعه بقت 7. انا اخلع بقى لان عندي الحصه الاولى، يلا تكر للكل. ادهم بغيظ يا رب اهديهم قبل ما اموتهم. واحد من المدرسين واضح ان مفيش امل يا ادم عشان تحصل، بعد الشر عننا، بعد الشر. عند يوسف كان يوسف ماشي وباصص في الورق اللي في ايده، فجأة خبط من غير قصد في بنت. فقالت البنت بوجع ايه يا عم في ايه؟ حد يمشي كده؟ هي كتفي ياني. اسف معلش يا انسه ما اخدتش بالي. لبنى بغيظ ولا اخدت؟ الناس دي يا رب اللي ماشيه تخبط في كتاف الناس، هو عشان عيونك حلوين تخبط في ولاد الناس كده؟ يوسف بضحك دي معاكسه بقى. لبنى بضحك حاجه زي كده يا برنس، وسابته لبنى ومشيت. فقال يوسف بضحك الله مالها دي؟ الحمد لله طمنت عن نفسي اني مش المجنون الوحيد في البلد، هرسوح الحصه. وجري يوسف بسرعه على الحصه عند ادهم. كان ادهم واقف فطلع سيجاره وجي ولعها. فقالت مدرسه من المدرسين كبيره في العمر معلش يا ادهم بلاش تدخنينا اللي عندي مشاكل على صدري ومش بستحمل الدخان. ادهم باحترام حاضر يا مدام عبله انا خارج اشربها بره. وخرج ادم لمكان دايما بيشوف فيه البنات المخطوبه وهم بيتكلموا في خطابهم، هما كده مش باينين ومطالعين في كاميرات المدرسه اصلا من كل الزاويه. وفجاه كبده انت يا ده اللي بتشرب سجاير. بص ادم حواليه بقلق، فجاه لقى الصوت جاي من عند السور. فقالت انت يا عم؟ انا اهو. مالك بتبص حواليك كده ليه كانك حرامي جوامع؟ ادم رفض حاجب
انت مين يا بت وقاعده على السور كده ليه؟ البواب ابن الذين قفل البوابه ومرضيش يفتحها، وبيقولي طالما جايه متاخر فترجعي احسن لبيتك عشان انت كده كده غايب النهارده. طب ومش المفروض تروحي بدل ما تشعليها على السور كده؟ انت كده ممكن تقعي وتتاذي يا مجنونه. سلمى بتوجس: والله مستعده اموت شهيده، واللي انا اروح للراجل ابويا ده ويفضل يزعق عليا على التاخير، وامي بقى تاخدها حجه وتخليني اشتغل شغل الاسبوع كله في تنفيض البيت. والنبي اسكت انت ما تعرفش حاجه، ده انا هتعلق لو رجعت دلوقتي. حاول ادم يمسك ضحكته وهو بيقول: طب المفروض اعمل ايه انا دلوقتي؟ وانت ايه هتفضلي قاعده القعده دي كتير لحد ما يجي المروح؟ سلمى بابتسامه سامجه: لا، ما انت هتشبك لي ايديك وهتساعدني انزل من على السور وهروح لفصلي عادي يعني، ومحدش هياخد باله في المدرسه الكحيانه دي يا عم. ادم بصدمه: كحيانه واشبك لك؟ انت مجنونه يا بت انت عارفه انا مين؟ هتكون مين يعني؟ اكيد ابن مدرسه هنا، ما الحلاوه دي ممنوعه تكون مدرسين في المدرسه دي يا عم. واشمعنى بقى؟ سلمى بمرح: يا عم احنا كبنات هابلين والله كلنا مراهقات، واي شاب مسمسم وعصور كده في بعضه لو غمز لنا ان شاء الله لو من غير قصد ممكن في احلامنا نخليه جوزنا وابو عيالنا وهنغير عليه كمان، وما هنصدق ان واخيرا لقينا كرة العين اللي هنمسك فيه بايدينا واسناننا ورجلينا، وعلى لا يبص الواحده غيرنا. وبعدين الحلوين اللي زي حضرتك دول خطر على معشر البنات يا عم والله. ما قدرش ادهم يمسك نفسه وفضل يضحك جامد، فحطت سلمى ايديها على خدها وقالت: يا خراشه عسل يا نايس. وهو بيضحك كده: بقول لك ايه يا كبده، ما ينبكش فيا ثواب تتجوزني وتريح اهلي من فلوس اكلي؟ ادهم بضحك: والله انت مشكله. سلمى بمرح: وليها حلها والله يا عسل، بس انت نزلني من هنا ربنا يخليك، لاني تكتكلي من السقعه، والنبي مش حرام مدرسه تفتح في عز التلج ده؟ وزاره التعليم ليه مش بيشفقوا على الفشل اللي زيي لما ينزلوا كده في عز البرد؟ حرام حقيقي حقيقي كده حرام، ولازم نعترض. معلش المره الجايه هتعمل وزاره مدارس بعد المغرب، ويا ريت تكون في الصيف عشان حضرتك سقعانه ومكسله تقومي من نومك بدري عشان تيجي مدرستك. مش بقولك والله عسل وكيوته كده؟ ها هتنزلني ولا ايه يا باشا؟ هنزلك يا بو، بس على فكره المكان مليان كاميرات وهتتجابي يا لمضه. ما انا عارفه يا زكي، بس المكان ده ما تعرفش الكاميرات تجيبه مش سهل لانه بعيد عن الكاميرات. ادم بضحك: يا بنت الايه ده انت شطانه. ضحكت سلمى فبص ادم حواليه وهو مستغرب نفسه قوي، فوطى ادهم فوقفت سلمى على رجله ونزلت: تشكر لي يا باشا مصر، والله من غيرك كان زماني خدت علقه زي الفار المبلول. يلا سلاموس. وجت سلمى تمشي فقال ادهم: استني يا مجنونه، ما قلتليش اسمك ايه؟ سلمى بابتسامه ومرح: اسمي سلمى وعندي 18 سنه ومن الجيزه، ولو ناوي تيجي تشرب مع بابا الشاي هتلاقيني في فصل تالتة اول في الدور التاني فصل سابع. باي. وجريت سلمى بسرعه. فضحك ادهم جامد على المجنونه دي وقال: مش طبيعيه والله البنت دي. وفضل يضحك. عند سلمى جرت سلمى على فصلها ولقت المدرسه هناك، فبصت حواليها بذكاء ولفت ودخلت الفصل بظهرها ومدرسه بتكتب على السبوره. اول ما لفت عملت نفسها وكانها خارجه، فقالت بحده: رايحه فين يا سلمى؟ مش تستأذني الاول قبل ما تخرجي؟ يوسف عليا يا مس، وبعدين انا جايه اقولك انك ما ندتيش عليا يا قمر وقت ما كنت بتكتبي الغياب، او كده اليوم هيروح عليا. المدرسه بتعجب: ايه ده ما ندهتش عليكي؟ شكلي نسيتك يا دوشه. بقى انا اتنسي يا مس؟ والله زعلتيني. المدرسه بضحك: لا ما تزعليش يا اختي، واستنى اشوف ورقه الغياب. جاب بنت تقول للمس ان سلمى لسه جايه، راحت لبنى حطت ايدها على بقها وقالت: بس دي ممكن تاكلك لو قلت للمس انها لسه داخله الفصل. ضحك البنت فوقفت سلمى جنب المدرسه لحد ما تكتبها حضور، ورجعت قعدت جنب البنات بثقه. يخرب بيت دماغي، مصيبه ملهاش حل. عيب عليكي يا جهوده، ده انا سلومه بجلاله قدرها. سلمى مش عاوزه كلام وركزي في الدرس بدل ما بعدكم عن بعض. سلمى بحده مصطنعه البنات: جرى ايه يا بنات؟ عيب ترغوا المس واقفه، المس دي ليها احترامها. اسفين يا مس، وتفضلي كملي درسك ومفيش كلبه منه ما تتكلم غيري. ضحكت كل البنات جامد، فبصت لها مدرسه بغيظ وكملت الدرس. وبعد ما خلصت خرجت، وبعدها دخل مدرس الماده التانية: السلام عليكم. البنات كلها بانبهار بجمال المدرس: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سلمى بصدمه: هار اسود، ده المز اللي ساعدني في النزول. يا نهارك اللي ما طلعلوش شمس يا سلمى. بص ادهم لسلمى بخبث وقال: انا مدرس الانجليزي الجديد مكان مدام سوريا، اسم ادهم، وبتمنى نكون متعاونين مع بعض لان مدام سوريا بتشتكي من الفصل ده. بنت من البنات قالت: ما تخافش يا مستر، لو انت اللي هتدينا فهنكون مؤدبين خالص. سلمى بصت للبنت وقالت بغيظ: كعمة في عينك. ادم بسخريه: ما هو باين يا انسه، يلا نبدا الدرس، بس الاول عرفوني عن نفسكم. قامت كل بنت وعرفت عن نفسها، وجت دور على سلمى فقامت بحرج وقالت: انا سلمى يا مستر،
ولا تقلق، والله ما هفتح بقي، لاني متاكده مدام عناد شكت لك من مين تحديدا بالظبط. ضحك ادهم. لا، ما اكيد مش هتفتحي بقك يا انسه سلمى. تمام. سلمى بتوجس الصوت واطي وهي بتقع. ايه شكلك بتلقح على اللي حاصل يا ابن الايه انت؟ لبنى بتعجب. وانت تعرفيها سلمى؟ سلمى ضحكت وقالت بتوجس: ها؟ لا خالص، بس حصل موقف كده ابن الذين ده يودينا الاحداث ماشي. ضحكوا البنات غصب عنهم، فقال ادم بحده: الصوت. رفعت سلمى ايديها لبقها وشاورت للبنات انهم يعني اللي بيتكلموا وهي ساكته. فضحك ادم وكمل الدرس. وبعد الدرس خرج. فقالت سلمى للبنات: بنات لموا كراريسي وانا جايه اهو. وجرت سلمى ورا ادم وقالت: مستر يا عسل. هي اختي قصدي مستر يا مستر يا مستر. لف ادم وقال: عاوز ايه يا نسا؟ سلمى بحرج: احياء عيالك اذا كنت متجوز او لا ما تقول لحد خالص على اللي حصل الصبح، وانا والله العظيم هحاول اجي في ميعادي. ادم وبيقرب منها بتحذير وهي بترجع لورا: لا، ما انت مجبوره بعد كده تيجي كل يوم من بدري يا سلمى، عشان لو ما جيتيش بدري هروح اقول للمدير انك بنت مشاغبه وهيفصلك من المدرسه. سلمى بدموع: طب ليه بس كده يا مستر؟ ما انا جيت اتاسف لك اهو، ولا لازم تخليني اعيط وخلاص؟ انا والله ما هطول عليك تاني. ادهم بسرعه: خلاص الموضوع مش مستاهل عشان تعيطي، انا كنت بهزر معاكي، بس لازم تيجي بدري يا سلمى لان ما ينفعش التاخير ده. ما تنسيش انك تالتة ثانوي ولازم تاخدي بالك عشان ما يتاثرش على درجاتك في الاخر. سلمى بابتسامه: ماشي يا مستر، وعد مني ما عدتش هتاخر تاني. ديل ولا لا؟ سلمى بطفوليه: لا ديل باي. وجرت سلمى على الفصل وادهم واقف متنح في جمال بسمتها. فجاء عبد الرحمن وقال: واد يا ادهم، مالك متنح كده ليه ياض؟ ادهم بغيظ: وانت مالك يا بارد؟ وسابوا ادم ومشي. وقال عبد الرحمن بتعجب: ماله الواد ده مش طايق لي كلمه ليه كده؟ فبص عبد الرحمن بالصدفه على شباك الفصل وسرح في جمال جهاد وهي عماله تتكلم مع البنات بابتسامه مش مفارقه وشها. فقال عبد الرحمن بتنهيده: ربنا يعدي الايام دي على خير، ده احنا والله غلابه ومش حمل الحلويات اللي اشتغلنا فيها دي. ومشى عبد الرحمن. فابتسم الجهاد في السر من اول يوم دراسه وهي ملاحظه ان المدرس ده عمال يبص لها من بعيد لبعيد، وهي دي حاجه مفرحاها. وقالت لنفسها: يا رب يكون حابين العسل ده، يا خراشي على غمزاته من الايه مز اقسم بالله. لبنى برفت حاجب: بتقولي حاجه يا جهوده؟ ها؟ لا خالص ما قلتش حاجه. نرجع لعبد الرحمن. كان ماشي في الممر ومر بالصدفه من قدام الفصل وبيقف بذهول لما سمع يوسف بيغني للطالبات وهو بيطبل على الديسك وهما بيسقفوا: يلا يا بنات، صلاح الدين الايوبي بنى ايه؟ بنى القلعه. بنى ايه؟ البنات بضحك: بنى القلعه. يوسف وهو بيرقص: صلاح الدين الايوبي بنى ايه؟ بنى القلعه. بنى ايه؟ بنى القلعه. البنات وهي بتطبل: شيك 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 شيك، وقولي لابويا اني اللي بحبه طلع مجنون ويشيك شيك. عبد الرحمن بذهول: شيك شيك يا يوسف. يوسف لف ايديه حوالين نفسه وقال: يا فضحتي، اجي العسكري يا بنات، قفشني بالشرط والمشهود، غطوني وصوتوا يا بنات. فضلت البنات تضحك. فشدوا عبد الرحمن لبره وقال: انت هتشلني يالا؟ انت عارف لو كان ادم هو اللي شافك او الناظر كانوا رموك من شباك الفصل يا تافه. خلاص يا عم عبد الرحمن، كنت بفرح البنات شويه بدل انك الدمال. ما تقرفوناش بقى يا جدعان، ما نعرفكش يا اخي. حسبي الله، امشي روح على فصلك وبطل هبل، فضحتنا يا هبل يا ابن الهبله. وسابوا عبد الرحمن ومشي بغيظ. فقال يوسف بتعجب: هو ماله ده؟ وانا عملت حاجه يا جدعان؟ وبعدها دخل الفصل وقال للبنات: يلا نرجع من تاني كده يا بنات، الراجل اللي اسمه صلاح الدين ده عمل ايه؟ يلا يا مستر. مرت الايام على ابطالنا وهما بتشدوا اكتر المشاغبات دي اللي طيروا عقولهم من مكانه بشقاوتهم لحد ما جه موعد الامتحانات وتخرجوا بطلاتنا. فقالت سلمى بتنهيده: واخيرا خلصنا من الثانويه دي وبقى عندنا ندبس في الجامعه وقرفها. جهاد بحزن: والله زعلانه ان خلصنا السنه دي بصراحه، وانا هتوحشنا الاول سنه دي يا بنات. سلمى بنفخ: ما تعترفوا مع نفسوياكم اننا زعلانين لاننا بعد كده مش هنشوف المدرسين تاني خلاص. انا فعلا متضايقه قوي، هيوحشنا قوي بغمازات، وانا هيوحشنا قوي بعين عسلي، مش هنلاقي نوعات دي تاني في اي حته. جه ادهم والشباب فقال ادهم: ما تخافوش، مش هنوحشكم كتير قوي يا مشاغبين. ايه ده؟ انتوا سمعتونا؟ طب على فكره التصنت عيب يا اساتذه، ها؟ طب ايه يا بت منك ليها، موافقين؟ بصوا البنات لبعض وقالوا: على ايه؟ يعني تاخدوا معانا تأبيده وتتجوزونا؟ ها موافقين يا حلوين؟ البنات بفرحه: طبعا موافقين. وفضل الكل يضحك جامد. وبكده تكون خلصت حكايتنا. قبل ما نبدأ حكايتنا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القصة دي بقلم الكاتبة المبدعة كنزي وليد الزعفراني.
في فيلا الرفاعي. المكان كله كان حزن، العياط مالي المكان، وكل الناس جايين يواسوا يارا اللي ابوها توفى فجأة، وهي اصلا يتيمة الام من زمان. كانت قاعدة في الركن لابسة اسود، عينيها مليانة دموع وقلبها بيتقطع من الوجع. كل اللي في دماغها انا لوحدي خلاص، محدش بقالي في الدنيا دي. لكن فجأة صوت عمها فوزي قطع الجو كله. من النهارده انا وليها، والبنت دي لازم تتجوز ابني زين قريب قوي كمان. يارا اتجمدت في مكانها، دموعها نشفت وبصت له بدهشه وغضب. ايه اللي بتقوله ده؟ انا مستحيل اتجوز زين. عمها رفع صوته وبص لها بغل. غصب عنك يا بت، انت ورثك مش هيروح لحد تاني، زين هو جوزك، فاهمه؟ يارا قامت واقفه، قلبها بيدق بسرعه وصوتها مليان قهر. انا بكرهكم، بكره حتى اسمه، ولو ليا دعوه عند ربنا هدعي موته قبل ما يبقى جوزي. ساعتها الباب اتفتح وكل الناس سكتت. كان زين، شاب طويل وسيم، عينه سودا جامده، وشه معلوش اي ملامح حزن، لابس بدله سودا وبيدخل بخطوات تقيله. بص لابوه قلب برود. اللي تقول عليه يا بابا؟ يارا صرخت وهي بتبصله. ها انت؟ والله ما هتجوزك حتى لو اخر يوم في عمري. زين وقف قدامها، صوته هادي بس يخوف. هتشوف يا يارا، اللي ببدأه بكمله. يارا حست كأن حيطة وقعت على قلبها، دموعها نزلت تاني، لكن جواها نار قايدة. مش هسيب نفسي، عمري ما هقبل بيه. بعد ما الناس ما مشيت والبيت فضي والبيت بقى اهدى من الاول، بس الصمت كان مرعب اكتر من العياط. يارا طلعت تجري على اوضتها، قفلت الباب وانهارت على السرير، مسكت صورة ابوها اللي كانت على الكومود، ضمتها لصدرها والدموع مغرقاها. ليه يا بابا؟ ليه سبتني لوحدي؟ انت كنت ظهري وسندي، عايش ازاي دلوقتي؟ فضلت تعيط لحد ما صوتها اتقطع، وكل ما تفتكر كلام عمها وزين قلبها يولع. مسحت دموعها بعصبيه وقالت وهي بتكلم نفسها. مستحيل، مستحيل ابقى مرات زين. انا بكرهه من وانا صغيره، كان دايما متكبر وبيتكلم معايا كاني اقل منه. ازاي يعيشني مع واحد زي ده؟ نزلت من على السرير، وقفت قدام المرايه، عينيها حمرا ووشها مجد، رفعت ايديها بدعوه من قلب موجوع. يا رب خد حقي، يا رب ما تخليش زين يكون من نصيبي، خدني انا بس ما تسيبنيش في ايده. وبعد عياط كتير نامت يارا، وعند زين وفوزي زين بحده. بابا ايه اللي قلته ده؟ اتجوز مين؟ انت عارف اني بكره يارا قد ايه، وما بحبش ابوها، مستحيل تكون مراتي. فوزي ببرود. لا مش مستحيل ولا حاجه، هتتجوزها ولا انت عايز الورث يرجع مننا؟ زين بعصبيه واستغراب. ورث؟ انت عايز تجوزني يارا عشان الورث؟ ايوه، امال انت فاكر ايه؟ وبعدين دي مفعوصه مش هتتكلم. زين كان لسه هيتكلم، لكن قطع فوزي بعصبيه. فوزي بعصبيه وزعيق. مفيش، بس اللي قلته هيتنفذ، سامع؟ وغصب عنك وعنها. زين بقلت حيله. تمام يا بابا اللي تشوفه. وتاني يوم يارا نزلت من بدري واخدت هدومها وكل حاجتها. يارا بخوف. يا رب خليك معايا. وبعدها راحت عند صاحبتها وقالت. مريم عامله ايه؟ الحمد لله بخير. مالك يا بنت وشك مخطوف ليه؟ يارا بعيطه وبتحضن مريم. انا هربت يا مريم، عايزين يجوزوني زين وبابا مات امبارح. انا موجوعه قوي يا مريم، مش عارفه اعمل ايه او اروح فين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ده بيتك يا بنتي، خليكي قاعده معايا. لا مش هينفع، لو عم عارف هيأذيكي. سيبيها على ربنا ونعمة بالله. طب انا لازم انزل ادور على شغل، لان مش هينفع اروح الشركه خالص. خلاص تعالي اشتغل معايا في المحل. يا رب سؤال، اشتغل ايه؟ مش انت خريجة تجاره انجليش؟ تعالي كاشير مؤقت لحد ما تلاقي شغل. يا رب بتحضن مريم. بجد يا مريم شكرا، مش عارفه اقولك ايه. ربنا يخليكي ليا يا رب وما يحرمنيش منك ابدا. مريم ابتسمت. ولا يحرمني منك يا حياتي، دي الاوضه اللي تقعدي فيها عشان تبقي مرتاحه فيها. استني ماما، يا ماما. عايزه ايه يا زفته؟ ماما. ايه ده؟ يارا يا بنتي انت هنا عامله ايه واخبارك ايه؟ البقاء لله. والله كنت هجيلك امبارح بس حصل لي ظرف، قلت اجيلك النهارده. مريم وهي بتغمز لها. بس بقى يا ماما ايه؟ استلمت البنت؟ على العموم يارا هتقعد معايا فتره. تنوري يا بنتي والله. قولي بقى تحب الباميه ولا الملوخيه؟ يارا ابتسمت. ماليش نفس والله يا طنط. لا يا بنتي والله ما ينفع، لازم تاكلي كويس، انت تعبانه وهفتانه، انا هعملك فراخ. مريم ابتسمت ليارا. يارا تعالي معايا الاوضه عشان تغيري هدومك. طب يلا، عن اذنك يا طنط. اذنك معاكي يا بنتي. وفي نفس الوقت في فيلا الرفاعي فوزي كان بيزعق. يعني مش موجوده في اوضتها ازاي يعني؟ والله احنا ما شفناش خرجت النهارده. فوزي بعصبيه. تقلبوا الدنيا عليها فاهمين؟ ما ترجعوش غير بيها. تحت امرك يا فندم. غور من قدامي. وعند زين في الشركه كان بيتكلم وهو متعصب. يعني ايه مش عارفين مكانها؟ انتم اغبياء. ونزل بسرعه ركب عربيته وساق بسرعه على البيت ودخل بيته وبيقول. بابا يارا فين؟ عرفتوا مكانها ولا لسه؟
فوزي بيمسح على جبهته. لا يا ابني، فص ملح وداب، محدش عارف يوصلها وتليفونها خارج الخدمة. زين بعصبية مكتومة. كانت مظبطة كل حاجة. فوزي بعصبية. ورحمة أمي لا ربك يا يارا الكلب. وعندي يارا كانت قاعدة في الأوضة مع مريم صاحبتها، بيتكلموا على نظام الشغل وازاي يارا تتعامل مع الناس وكده. وفجأة الباب خبط جامد. يارا خافت وقالت. يارا بخوف وعينيها كلها دموع. يا نهار أبيض، عارفة مكان أعمل إيه؟ ما تخافيش، استني هنا. ماما ما تقوليش إن يارا عندنا. حاضر يا بنتي. مريم بزعيق. أيوة، مين اللي بيخبط؟ أنت مين؟ زين ببرود. أنا زين ابن عم يارا، بس يارا ما حدش عارف يوصلها تليفونها خارج الخدمة. يارا مين؟ أنا بقالي أكتر من شهرين مش بتكلم معاها. اتخانقنا وشدنا مع بعض والبيت عندك أهو. ادخل شوف بنفسك. بس للأسف مش هقدر أدخلك لأن أنا وماما لوحدنا في مرة تانية إن شاء الله. سلام. بعد ما زين مشي من عند بيت مريم، كان راكب عربيته وماسك الدركسيون بإيد قوية ودماغه بتغلي. هي ليه هربت؟ هي فاكرة إني هموت واتجوزها يعني؟ ده أنا كنت ناوي أخلص من الجوازة دي من قبل ما تبدأ. بس هروبها ده معناه إنها متحدياني، وأنا عمر ما سبت حد يفلت مني. دخل الفيلا، لا أبوه قاعد مستنيه. دخن سيجارته ببرود. جبتها؟ زين هز راسه. لا. فوزي ضرب ايده في الترابيزه بقوه. يعني ايه لا؟ انت مش عارف تعمل حاجه صح؟ البت دي لو هربت خلاص الفلوس راحت علينا. زين رد وهو بيكتم عصبيته. فلوس ايه يا بابا؟ احنا مش محتاجين ورثها، احنا اصلا عندنا اللي يكفينا. فوزي بصله بغل. لا يا حبيبي، الطمع مش بيخلص، ودي فرصه مش هتتعوض. البت دي هترجع غصب عنها، ومش بعيد تبقى هي طريقنا للسيطره على كل حاجه. زين وقف، عينه سودا بتلمع بحده. تمام، بس لو رجعتها هتكون بطريقتي انا، انت ما تتدخلش. سابه ومشي وعارف جواه انه مش بيعمل ده عشان ابوه، هو نفسه مش فاهم بيعمل كده ليه. يمكن عشان التحدي، يمكن عشان صرخة يارا اللي لسه رنة في ودانه. في بيت مريم، يارا كانت قاعدة على السرير حاضنة رجليها وصوتها مبحوح من كتر العياط. يا مريم انا تعبت، مش عايزة اعيش. نفسي ابويا كان عايش، كان زمانه وقف قصادهم وما سابهمش يعملوا فيا كده. مريم مسكت ايديها. بصي يا يارا، انت مش لوحدك، ها انا معاكي. ما تخافيش من زين ولا من فوزي، وانت مش اقل منهم في حاجه، بالعكس انت اشرف منهم. يارا بهمس. انا مرعوبه يا مريم، مرعوبه يرجعوا يلاقوني ويضيعوا حياتي. مريم قامت فتحت الدولاب، طلعت لبس شغل بسيط، قميص ابيض وبنطلون جينز. يلا قومي غيري هدومك، من بكره تبداي معايا في المحل، وهنفضل ندعي ربنا يبعدهم عنك. يارا بصت لها بدموع. انت طوق النجاه بتاعي يا مريم، لو ما عرفتش اقف على رجلي دلوقتي خلاص هنهار. وتاني يوم الصبح يارا لبست لبسها الجديد ونزلت مع مريم على المحل. المكان كان بسيط بس مليان زباين. يارا وقفت ورا الكاشير، قلبها بيخبط من الرعب، بس مع كل ابتسامة من الزباين كانت بتحس انها عايشة بجد. لكن من بعيد في عربية سودا مركونة قصاد المحل. زين كان قاعد ساند راسه على الكرسي وعينه متثبتة عليها من بعيد. ضحك بخفة وبيقول. فاكرة نفسك هتستخبي مني يا يارا؟ لا، ده انا اللي هتجنن لحد ما امسكك. عدت يومين ويارا بدأت تتعود على شغل المحل. الزبائن بيحبوا ابتسامتها رغم انها مبتسمة بالعافية. كانت بتحاول تنسى اللي حصل وتلهي نفسها، بس كل ما تيجي تنام بالليل وش زين بيجي في خيالها بنظراته الباردة وصوته اللي قال فيه اللي ببدأه بكمله. مريم لاحظت ده في يوم وهي بتقفل المحل. يا بنت هو ايه؟ انا شايفاكي سرحانة على طول، انت لسه بتفكري في زين؟ يارا بهدوء وقهر. هو مش بيفارق دماغي. مريم، عارفة احساس انك محبوسة في كابوس مش عارفة تصحي منه؟ مريم وهي بتمسك ايديها. اسمعي، انت هتفضلي هنا لحد ما تلاقي طريقة، بس اوعي تخافي، الطمعانين دول مش هيسيبهم ربنا. يارا هزت راسها وقالت بخوف. يا رب. اليوم اللي بعده المحل كان زحمة جدا. يارا واقفة ورا الكاشير بتعد فلوس وبتحاول تركز، لكن قلبها اتقبض فجأة كأن في عينين بتراقبها. رفعت راسها ولقيته زين واقف عند الباب، لابس قميص اسود وبنطلون غامق، ايديه في جيوبه وعينيه مثبتة عليها، ملامحه جامدة بس في نظرة غريبة مش فاهمة معناها. يارا اتجمدت وقلبها بيخبط بسرعة، ايديها وقعت منها الفلوس من غير ما تحس. زين. مريم اللي كان جنبها شهقت. يا نهار ابيض. زين دخل بخطوات هادية تقطع السكون كله، وكل زبون في المحل حس ان في حاجة غريبة. قرب من الكاشير وقلب صوت واطي لكن حاد. ما تفكريش انك تقدري تهربي مني كده يا يارا. يارا بخوف وحزم في نفس الوقت. هيطلع بره، انا مش هروح معاك ومش هكون مراتك مهما عملت. زين ابتسم ابتسامة باردة وهو بيبص في عينيها. لسه معرفتيش ان عمري ما بسيب اللي عيني وقعت عليه. الزبائن اتلخبطوا. مريم وقفت قدام يارا بتحاول تحميها. اسمع يا استاذ، المكان ده مش بتاعك، لو سمحت امشي بدل ما انده على الشرطة. زين ضحك بخفة. شرطة؟ يا مريم، انت فاكرة الشرطة تقدر تحميها مني؟ يارا صرخت وبترجع لورا. كفاية بقى، سيبني في حالي يا زين، انا مش لعبة في ايدك. زين قرب منها فجأة، صوت واطي بس مليان قسوة. انت بقيتي لعبتي من يوم ما قلت قدام الناس كلها.
انك بتتمنى اموت قبل ما ابقى جوزك، والتحدي ده مش هسيبه يعدي. المحل كان مليان زباين، وكل العيون اتجمعت على يارا وزين. الناس بدأوا يتهمسوا، ايه اللي بيحصل ده شكله جوزها ولا خطيبها؟ البنت مرعوبة، باين عليها مش مظبوط. يارا بصت حواليها بخوف، حست ان الارض بتتسحب من تحت رجليها. مريم وقفت قصاد زين ومدت ايديها. انت مش هتعدي من هنا لو راجل مد ايدك على يارا قدام كل الناس. زين ببر القاتل. عينه سابت يارا ورجعت على مريم. ابعدي يا مريم، الموضوع مش معاكي. يارا صرخت بصوت عالي، مش هاجي معاك، انا بكرهك. فاهم يعني ايه بكرهك؟ صوتها اتسمع في كل المحل. الزباين وقفوا يتفرجوا، في منهم اللي حط ايده في جيبه عايز يتدخل، وفي ستات بدأوا يواسوا يارا بنظراتهم. زين شد نفسه جامد، قرب اكتر منها لدرجة انها حست نفسه على وشها. اوعى تفتكري انك كده انتصرتي عليا، انت كده بس زودتي النار. مريم اتحركت بسرعة، مسكت ايد يارا وشدتها وراها. يلا يا يارا ما تقفيش، هاجري. خرجوا من باب صغير في المحل بيودي للمخزن، وقفل الباب وراهم. يارا قلبها كان هيقف من الخوف، وحضنت مريم وهي بتعيط. مش هيسيبني، هو مش هيسيبني يا مريم. مريم بتهديها، اهدي هلاقي طريقة، انت مش لوحدك. بره الزين كان واقف وسط دهشة الزباين، عينه سودا بتولع، بس ضحك بخفة. تمام يا يارا، هسيبك المرة دي، بس المرة الجاية مش هتعرف تهربي مني. خرج من المحل بخطوات تقيلة، سايب وراه صمت مخيف. ليلة طويلة عدت على يارا، نايمة في أوضة مريم، بس النوم مش راضي يقرب لها. كل شوية تفتكر نظرة زين وصوته اللي بيطاردها. انت لعبتي، ومن يوم ما قلت التحدي ده أنا مش هسيبه. قامت من على السرير، فتحت الشباك وبصت للشارع. فجأة اتجمدت في عربية سودا واقفة قصاد البيت، نورها مطفي، بس هي حاسة إن في حد جواها بيراقبها. يارا شيقت وقفلت الستارة بسرعة، قلبها بيترعش من الخوف. يا مريم، هو هنا. مريم اتخضت وقامت بسرعة تبص من الشباك. مش شايفة حد، يمكن انتي بتهيألك. يارا بتترعش. لا، أنا حاسة بيه، هو مش هيسيبني. مريم مسكت ايديها. بصي، حتى لو هو، خليه يفضل قاعد بره زي الكلب، مش هيدخل، واحنا معانا ربنا. وتاني يوم الصبح يارا نزلت على المحل، حاولت تتماسك وتشتغل عادي، لكن كل خطوة بتحس ان في عينين وراها بتابعها. وهي خارجة من المحل عشان تشتري حاجات، فجأة لمحت نفس العربية السودا مركونة بعيد، اتسمرت في مكانها، والدموع غرقت عينيها. هو فعلا بيراقبني. خطت خطوتين بسرعة، وفجأة العربية اتحركت ووقفت قصادها. الباب اتفتح وزين نزل بخطوات تقيلة، لابس اسود كالعادة، عينيه زي السيف. الناس في الشارع بدأوا يبصوا، في ستات وقفت تتفرج، والرجالة وقفوا يتسألوا من ده. زين قرب منه وقال بصوت واطي بس مسموع، لحد امتى فاكرة هتفضلي تهربي كده؟ يارا اتراجعت خطوة لورا. ابعد عني يا زين، اقسم بالله صوت وافضحك هنا. زين رفع حواجبه وبيميل عليها. صوتي وهشوف مين اللي هيصدقك في الاخر. الكل شايفني من عمك، وجوازة عادية، محدش يعرف اللي بينا غيرنا. يارا دموعها نزلت وهي بتقول بقهر، انا مش عايزة ابقى مراتك، مش هتجوزك حتى لو موتني. زين ضحك ضحكة قصيرة وقرب وشه قدام وشها. يبقى الموت اسهل ليكي من المستنيكي معايا يا يارا. وسابها واقفة في نص الشارع، قلبها هيقف من الخوف، وركب عربيته ومشي. عدى اليوم، يارا عايشة في رعب، كل ثانية سمع صوت خطوات في دماغها. ولما جه الليل فضلت قاعدة في أوضة مريم ماسكة مخدة حضنها، كانها بتحميها من الدنيا. وتاني يوم مريم وأمها قالوا لها، يا يارا احنا هننزل نجيب شوية حاجات من السوق وهنرجع بسرعة ترتاح. يارا بهدوء متوتر، خلاص ماشي، بس ما تتأخروش. قعدت يارا لوحدها، حاولت تنام على السرير، لكن فجأة حست بخطوات تقيلة جوه الشقة. قبل ما تلحق تصرخ، ايد غريبة شدت راسها وحطت منديل على وشها. ريحة نفاذة دخلت في مناخيرها، حاولت تقاوم لكن عينها غمضت وجسمها وقع. صحت على برد شديد، فتحت عينها بصعوبة، لقيت نفسها مربوطة على كرسي في مكان مظلم، ريحته تراب وقذر، حيطان متشققة وصوت الفيران بيجري. يارا بصوت مبحوح، أنا فين؟ مين هنا؟ وفجأة النور خافت تتولع، وباب حديد دخل فوزي، قعد قدامها على كرسي والسيجارة في ايده، وعينه كلها شماتة. ضحك وقلب برود قاسي. كنت فاكرة يا بت انك هتعرف تهربي؟ لا، انت متخلفة وغبية زي ابوكي بالظبط. يارا بعياط وخوف، ابويا عمره ما كان غبي، ابويا كان اشرف منك ومن ابنك، انت السبب في موته بدري من كتر القهر اللي شافه منك. فوزي نفخ دخان السيجارة في وشها وقلب سخرية. ابوكي كان ضعيف، وانا عمرك ما هكون ضعيف. انت يا يارا ورث لازم يرجع لينا، سواء عاجبك او مش عاجبك. يارا بتصرخ وبتحاول تفك الحبل. مش هتجوز دين، والله ما هتجوزه، حتى لو موتوني. فوزي قهقه بصوت عالي. موتك يا بت؟ انت لو مت يبقى الورث يروح لغيرنا، وانا عمري ما هسيب ده يحصل. جوزي زينة غصب عنك وعن اي حد. وفي نفس الوقت مريم وامها رجعوا البيت، لقوا الباب مفتوح الاتنين مع بعض بنفس الصوت المرعوب. يارا جروا دوروا في كل الاوض بس ما لقوهاش.
مريم وقعت على الارض من الخضه وهي بتقول خطفوها خطفوها يا ماما. امها حطت ايدها على راسها. يا ساتر يا رب، نعمل ايه دلوقتي؟ مريم بعته وبيكلم نفسها لازم نلحقها قبل ما يضيعوا حياتها. المأذون قاعد والورق قدامه وقلم في ايده ويارا مربوطه بايديها ودموعها مش بتقف، عينيها حمرا من كتر البكا والصراخ. فوزي واقف بضحكته الخبيثه وصوته الخشن وبيقول امجي يا بت امجي بدل ما ادفنك حيه هنا. المأذون حاول يرفع عينه في يارا وقال متردد يا جماعه يعني بالعافيه كده ومش هينفع الجواز، لازم برضاها. زين قام من مكانه مسك القلم من ايده ورماه على الورق وقال بصوت بارد نبرته فيها تحدي انا هخليها تقول موافقه بالعافيه ولا بالذل. قرب منها مسك وشها بعنف وهي بتقاوم وتبعد راسها عنه وهي بتصرخ بكرهك يا زين، عمري ما هسامحك. دموعها نازله وهو بيقرب لودانها وبيهمس كرهك ليا ده هو اللي بيعيشني، وقسما بالله لو في ايدك نار هتحرقيني بيها بس مش هتبعدي عني. فوزي شد على صوت المأذون وهو بيقول خلص اكتب يا مولانا. المأذون مضى وهو خايف. صوت يارا بيعلى اكتر لا مش عايزه، بكرهك يا زين بكرهك. زين مسك ايدها بالعافيه وخلاها تمضي على الورق وعينه سودا وبارده. بعد ما خلص المأذون وقال بارك الله لكما وبارك عليكما، يارا انهارت على الارض. صوت شهقتها بيقطع قلب اي حد يسمعها، لكن زين واقف فوقيها بيبصلها من غير ما يرمش وقلب جمله بارده كسرت ظهرها من النهارده انت مراتي سواء برضاكي او غصب عنك. المأذون خرج وعامل نفسه مش شايف حاجه، قلبه متقلب بس خايف من فوزي. الباب اتقفل والمخزن غرق في صمت تقيل. يارا قاعده على الارض ايديها متكتفه على صدرها بتنهج من كتر العياط والصراخ وبتبص لزين بعيون كلها كره. ربنا ياخدك يا زين، انا عمري ما هسامحك. زين قرب منها وسايب خطواته تقيله وشه ما فيهوش اي رحمه. مسكها من دراعها بعنف ورفعها وقفها وقال خلصتي؟ هتفضلي تعيطي لحد امتى يا يارا؟ خلاص انت مراتي دلوقتي وكل الدنيا لو اتقلبت مش هتقدري تهربي مني. يارا ضربتها على صدره بكل قوتها وصوتها مبحوح من الصريخ. مراته بالغصب، دي مش جوازه دي لعنه، انا بكرهك يا زين. ضحك ضحكه صغيره ضحكه بتوجع وقرب وشه منها وقال حتى لو كرهتي اسمع على اسمك دلوقتي ودي كفايه. فوزي قطعهم بصوت مليان خبث يلا بينا نرجع القصر، من الليله دي يارا تبقى مراتك رسمي قدام الناس. يارا اتسمرت مكانها رجلها بتتهز من الرعب وهي بتتخيل نفسها جوه القصر اسيره قدام الناس تبقى مراته وهي في الحقيقه سجينه. زين مسك ايدها بالعافيه وجرها وراه وهي بتحاول تفلت بس كل مره قبضته بتشد اكتر. ركبوها العربيه بالعافيه وهي لسه بتعيط وتقول نفسي اشوفك واقع، نفسي اشوفك مكسور زي ما كسرتني. وزين سايبها تتكلم وعين صوتها ساكته بس جواها نار مولعه. وقفت العربيه قدام قصر عيله الرفاعي. بوابته الكبيره اتفتحت بصوت كانها بتعلن دخول اسيره مش عروسه. يارا قاعده في الكرسي وشها غرقان دموع، عينيها بتلمع بخوف. وزين قاعد جنبها ببرود ولا كانه سامع صبوكيها. نزلوا من العربيه. فوزي ماشي قدام ورافع راسه بفخر وزين ماسك ايديها بعافيه لحد ما اثر صوابعه بان على جلدها. دخلوا القاعه الكبيره، الخدم واقفين صفوف وكل العيون عليهم. فوزي رفع صوته وقال بفرحه خبيثه من النهارده يارا تبقى مرات زين عروسه البيت الكبير. الهمسات اتنقلت بين الخدم، في ناس بصولها بشفقه وفي ناس بخوف من فوزي وزين. يارا بصت لزين وسط كل العيون وقالت بصوت مبحوح مليان كره مش هبقى مراتك حتى لو الدنيا كلها صدقت الكذبه دي. زين قرب من ودانها وهمس الكذبه الوحيده انك فاكره انك هتقدري تفلتي مني. فوزي امر الخدم خد العروسه على جناحها الجديد. يارا اتسحبت بالعافيه وبتحاول تقاوم برجليها وصوتها بيعلى سيبوني مش عايزه، بكرهكم كلكم، بكرهك يا زين. زين وقف بيتفرج عليها وهي بتتسحب، عينه ما فيهاش ولا نقطه رحمه، بالعكس ابتسامه صغيره ظهرت على وشه كانه كسب الحرب. لما وصلوا اوضتها رماها جوه وقفلوا الباب. يارا وقعت على الارض مسكت صدرها وهي بتنهج ودموعها مش راضيه تقف وبصوت واطي قالت يا رب طلعني من الكابوس ده قبل ما اموت وانا عايشه. اللي نزل على القصر والسكون سيطر على المكان اللي من خطوات متقطعه على السلم الرخامي. يارا قاعده في اوضتها مضلمه وحاضنه نفسها ودموعها نشفت من كتر ما عيطت. وفجاه الباب اتفتح ببطء ودخل زين واقف على العتبه عينه سودا ووشه ما بيتقريش. يارا وقفت بسرعه صوتها بيرتعش اطلع بره مش عايزاك سيبني في حالي. زين قفل الباب وراه وقرب منها بخطوات تقيله وقال بهدوء بيخوف حالك ايه؟ انت مراتي دلوقتي. صرخت فيه وصوتها اتكسر مراتك بالغصب؟ لا انا اسير هنا مش اكتر. هو وقف قدامها مسك وشها بين ايديه بالعافيه قرب عينه من عينيها وقلب برود اسيره مراتي اي اسم يعجبك قولي عليه
بس في الآخر انت ليا. يارا حاولت تفلت منه وهي بتصرخ: بكرهك، لو عمري كله عايشه هنا هيفضل قلبي يلعنك يا زين. ضحك ضحكة صغيرة وسابها فجأة وقال: خلي الكره يعيشك، يمكن يخليكي أقوى. وسابها وخرج من الأوضة وساب قلبها يتخبط من الرعب. الأيام عدت تقيلة زي الجمر. كل يوم يارا تصحى وتنام وهي حاسة إنها مش عايشة، أسيرة اسم زوجة زين. بس فوزي كان مصر إنها تنزل الشغل تاني في الشركة عشان الناس تشوفها جنبه ومحدش يشوف. في يوم زين نزلها الشركة معاه وهو ماشي قدامها وهي وراه بخطوات مترددة. الكل في الشركة كانوا بيبصولها بعيون فضول فيها مسات خفيفة. دي مرات زين، بس شكلها مش باين عليه فرحانة خالص. يارا فضلت ساكتة ما ردتش على حد لحد ما لقت فرصة إنها تهرب دقيقة لمريم. دخلت أوضة صغيرة في الشركة، لقت مريم واقفة. أول ما عينيها وقعت على يارا جريت عليها وحضنتها. يارا كنت فين؟ دورت عليكي زي المجنونة. يارا حضنتها جامد ودموعها نزلت من غير ما تاخد بالها وقالت بصوت مكسور: خطفوني يا مريم، جوزوني غصب عني، أنا دلوقتي مرات زين، بالقهر مش بالرضا. مريم فتحت عينيها بدهشة ودموعها نزلت. ايه؟ ازاي اسمعوا بحاجة زي دي؟ يارا مسكت ايديها وعينيها كلها وجع. محدش سألني، محدش سمعني، انا كنت بصرخ واقول بكرهك وهم اجبروني امضي يا مريم، انا عايشة جوا قفص. مريم بصت لها بعزم: مش هسيبك، والله ما هسيبك، هلاقي طريقة اخلصك من زين ومن ابوه مهما حصل. يارا مسحت دموعها بسرعة وهي بتبص ناحية الباب بخوف. بلاش يسمعونا، لو عارف اني اتكلمت معاك هيموتوني. مريم قربت منها وقالت بهدوء: خليكي قوية وانا معاكي لاخر نفس. في اللحظة دي الباب اتفتح فجأة وزين واقف عينه متجمدة شايفهم مع بعض. الباب اتفتح فجأة وزين واقف عينه سودا مليانة برود وغضب في نفس الوقت، ايده في جيبه ونظراته مثبتة على يارا. مريم اتجمدت مكانها ويارا حست ان قلبها وقع من الخوف. زين بص لمريم بنبرة متعالية: انتي مالك لازقة في مراتي كده ليه؟ يارا بسرعة وبخوف: لا يا زين، هي بس كانت بتسلم عليا. مريم بصت له بحدة لأول مرة: مراتك بتسمي ده جواز؟ دي بنت اتجبرت اتاخدت غصب وانت عارف ده كويس. وش زين اتغير، صوته بقى تقيل وهو بيقول: مريم خليكي في حالك قبل ما اوريكي مين هو زين الرفاعي. مريم ما خافتش، وقفت قدامه وقالت بعناد: وانا بقولك يارا مش لعبتك، عمرك ما هتعرف تكسرها مهما عملت. يارا بسرعة شدت ايد مريم: مريم بلاش، بالله عليكي بلاش. زين بص ليارا وقرب منها، صوته هادي يخوف: يارا عندك دقيقتين تخلصي كلامك مع صاحبتك وبعدها تطلع معايا على المكتب، فاهمة؟ يارا أومأت بخوف وهي مش قادرة تبص في عينه. زين خرج وقفل الباب بقوة وراه لدرجة إن الحيطة هزت. مريم مسكت وش يارا وقالت بقلق: انت كويسة؟ قلبك وقع؟ يارا بعياط: أنا مش قادرة يا مريم، وجوده بيخنقني، بكرهه. مريم بصت لها بحزن: استحملي شوية، كل حاجة لها آخر، بس اوعي تنسي إنك مش لوحدك. بعد الدقيقتين اللي قال عليهم يارا خرجت من أوضة مريم ودموعها لسه في عينيها. خطواتها كانت بطيئة وكأنها ماشية للمشنقة. وصلت المكتب زين، لقت الباب مفتوح. دخلت وهي مترددة. كان واقف قدام الشباك ظهره ليها، ايده في جيبه وصوته هادي بس مليان غضب مكتوم: ليه؟ يارا بارتباك: ليه ايه؟ زين لف بصلها بعينيه الجامدة: ليه كل ما اشوفك مع حد بحسك انك بتتعمدي تكرهيني اكتر؟ يارا صوتها ارتجف: انا مش محتاجة اتعمد، انا فعلا بكرهك يا زين، ومن زمان، من واحنا اطفال، وانت دلوقتي خليت الكره اكبر واكبر. زين قرب منها بخطوات بطيئة لحد ما بقى قصادها وقال بصوت هادي يخوف: بكرهك، الكلمة دي هتدفعي تمنها غالية قوي يا يارا. يارا اتراجعت خطوتين لورا وبتشهق بخوف: انا مش خايفة منك، انا خايفة من ربنا ومتأكدة ان حقي مش هيضيع عنده. زين اتنفس بعمق، عينه ما فرقتش عينيها: لو كنت فاكرة انك هتهربي تاني او هتلاقي حد يحميكي مني تبقي غلطانة. انت دلوقتي تحت اسمي غصب عنك وعن الدنيا كلها. يارا دموعها نزلت وهي بتقول بقهر: والله لو مليون مرة قلتلي كده مش هيتغير اللي جوايا، انا عمري ما هحبك يا زين. زين شد نفسه لورا، لف ظهره وقال بصوت حاد: طب نشوف. في اليوم التاني قاعة الاجتماعات في شركة الرفاعي كانت مليانة توتر. الوفد الإيطالي قاعد على الطاولة الكبيرة ومعاهم أوراق وعقود ومترجم بينقل الكلام. زين دخل بخطوات واثقة، لابس بدلة رمادية أنيقة، ملامحه جامدة كعادته. يارا كانت قاعدة على جنب بتكتب ملاحظات بإيد بتترعش، قلبها بيدق بسرعة. المندوب الإيطالي بدأ يتكلم بالفصحى المكسرة: سيد زين، نحن نقدم لكم عرضا هو الأفضل في السوق، إذ قبلتم بها الآن سيكون هناك توسع كبير بيننا. زين بص له ببرود وقلب الورق قدامه كأنه مش فارق معاه وقال بصوت قاطع: مرفوض. المندوب الإيطالي اتفاجئ، اتكلم بحدة أكتر: ماذا؟ هل تدرك ماذا تفعل؟ شركتكم تحتاج هذا التعاون. زين اتكأ على الكرسي وصوته واثق:
أنا لا أحتاج أحد، الرفاعة اسمي يكفي وحده. المندوب الإيطالي اتعصب، عينه ضاقت وقلب الفصحى الواضحة. سوف تندم على رفضك هذا، وربما قريبا جدا. القاعة كلها اتشدت، الموظفين اتبادلوا نظرات قلق، ويارا حست قلبها بيقع من الخوف. مش فاهمة ازاي زين يرفض حاجة بالشكل ده وبالبرود ده. زين ابتسم بسخرية وقال وهو واقف ينهي الاجتماع: الندم مش من طبعي. الوفد قام وغادر القاعة بنظرات غضب وتهديد، والباب اتقفل وراهم بقوة. بعد ما القاعة فضيت، يارا بصت له بقلق وقالت بصوت خافت: ليه عملت كده؟ ليه رفضت؟ زين قرب منها، نظرته جامدة: عشان ما حدش يفتكر انه يقدر يفرض عليا حاجة، حتى لو كان ايطالي ولا غيره. يارا حركت راسها بعدم تصديق: بس ده خطر، ممكن يضر الشركة. زين عينه اتعلقت بعينها اللحظة، صوته بقى اهدى: خطر؟ انا اللي بحدد الخطر يا يارا، مش حد تاني. مرت الايام تقيلة على يارا بين شغل الشركة اللي رجعت ليه عشان تثبت لنفسها انها مش ضعيفة، وبين زياراتها القصيرة لمريم اللي كانت كل مرة تقولها بعيون حزينة: صدقيني يا مريم، انا اتجوزت غصب، انا عمري ما اخترت. ومريم بتبصلها بشفقة وترد: يمكن ربنا كاتب لك حاجة مش شايفاها دلوقتي، يمكن اللي شايفاه غصب النهاردة يبقى بكرة رحمة. ومع مرور الوقت يارا لقت نفسها غصب عنها بتتعلق بتفاصيل زين، طريقته في الشغل وصوته وهو بيتكلم بثقة في الاجتماعات، حتى عناده اللي كانت بتكرهه. بقت ساعات تلاقي نفسها بتضحك على جمل قالها أو موقف عمله، كانت بتحاول تقاوم الإحساس لكن قلبها كان بيخونها. فلاش باك، وفي يوم كان عندهم اجتماع مهم مع وفد إيطالي تاني. القاعة كبيرة والجو رسمي والترجمة شغالة. الوفد الإيطالي عرض عليهم صفقة مغرية جدا، كل العيون كانت متعلقة بزين، لكنه بعد ما سمع العرض كله مسح بإيده على دقنه وقلب حزم: لا مش هنمضي. المترجم نقل الكلمة، ساد صمت تقيل في القاعة. رئيس الوفد الإيطالي اتكلم بالعربية المكسرة وقال: سوف تندم، نعم سوف تندم على رفضك هذا. وبصوا لبعض كأن في بينهم سر أكبر من مجرد صفقة خسرها. الاجتماع انتهى بتوتر، والكل حس إن في حاجة مش طبيعية في نظرات الوفد الإيطالي. وزين وقتها حس إن الخطر قرب، لكنه ما وراش حد. عدى كام يوم، وفي صباح عادي جدا يارا نزلت الشركة، لبست لبسها البسيط، دخلت مكتبها، ابتسمت لزمايلها، وبعد ساعات قليلة اختفت. موبايلها مطفي، مفيش أي خبر عنها. زين أول ما عرف جن جنونه، قلب الشركة فوق تحت، بعت رجالة يدوروا في كل مكان. قلبه كان بيتقطع وفاكر كل كلمة قالتها له قبل أيام: بكرهك يا زين، بكرهك. كان نفسه يسمعها تقولها تاني حتى لو بغل، المهم يسمع صوتها وبس. وبعد تحريات سريعة اكتشف ان اللي خطفوها ناس تبع الوفد الإيطالي اللي هددوه. عرفت روحه قبل عقله انها اتسحبت منه وانه مش هيسكت. وبالليل جه الخبر: يارا في مخزن مهجورة على أطراف المدينة. من غير ما يستنى زين لابس جاكيت اسود خد سلاح وطلع يجري كأن الموت نفسه بيطارده. دخل المخزن، صوته بيترنح بين الصدى والظلام وهو بينادي: يارا. كان صوته مليان خوف لأول مرة، وهي مربوطة في كرسي عيونها متغطية بتصرخ: حد ينقذني. زين هجم على الرجالة، ضرب، اتعور، وقع وقام، لكن ولا لحظة فكر يرجع لورا. كان بيقاتل مش برجولته بس، لكن بقلبه اللي بقى مليان بيارا. لحد ما وصل لها فك قيدها بسرعة ومسك ايدها وقال بصوت مبحوح: قومي، أنا هنا. هي عيطت زي الأطفال وقالت: كنت فاكرة مش هتشوفني تاني. بص لها بعينين فيها وجع الدنيا: أنا ما استحملش يوم من غيرك. لكن قبل ما يخرجوا رصاصة غدر اخترقت ظهره، وقع على ركبه، ايده لسه ماسكة ايديها. صرخت يارا: زين لا. حاول يضحك رغم الدم اللي بيغرق هدومه، وقال بصوت مكسور: مش مهم، أنا المهم انت بخير. لا ما تسيبنيش، أنا بحبك، سمعتني؟ بحبك يا زين. ابتسم ابتسامة صغيرة وعينه بتلمع، وقال آخر كلمة: كنت عارف. ايده سابت ايديها بهدوء وعينه اتقفلت كأنه بينام، وهي حضنته فضلت تصرخ لحد صوتها ما اتكسر. المكان كله كان هدوء مميت غير صوت بكاء يارا وهي حضناه. وكل اللي في اللحظة دي إنها أدركت إنها اتأخرت، حبته بعد فوات الأوان. وبكده تكون خلصت حكايتنا. بحب أفكركم إن بعض النهايات المؤلمة لا تنهي الحب بل تخلده. وما تنسوش لايك للقصة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات عشان يوصلكم إشعار بكل قصة جديدة بنزلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.